مباشرة من أمريكا مع شخص عمل حالة إذا بدكم عبر المواقع التواصل الاجتماعي. فينا نعتبره نجم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فينا نقول إنه الكبير والصغير صار يقول هاشتاج. فهيدي شغلة كتير كتير مهمة. معي من أمريكا فيفو. مساء الخير فيفو. مساء النور. تمام، يعطيك العافية الله يعافيك. فيفو. أنت ما بتطلع مقابلات؟ أخبارك؟ تمام يا حبيبي، تمام ماشي الحال. فيفو أنت ما بتطلع طلعت مقابلات أبدا؟ مقابلة واحدة. صح. ليه طلعت قبلت مقابلة تطلع واحدة معي؟ تلفزيونية كانت. لا قبلت بدي عزبك تعلي لأنه صار صوتك بليز. كتر. اي اوكي، لأنه كثرت كثير صارت الأسئلة وصار العالم بدها إيضاحات أكثر. يمكن كان لقائي بأكتوبر فكانت أول طلعتي. نعم. فهلا في ناس كثير راهنت إنه ممكن يلا شوي بالون وبيفقع. فالحمد لله كفيت واستمريت. فكمان كثير ناس طلبوا مني كمان اطلع على تي في. نعم. قلت لهم تي في هلا يعني معلش شوي ما بدي كثير انه احرق حالي من اذاعه لاذاعه لاذاعه. فقلت على الهواء انه ليش لا، مش غلط. اها، عتلين هم؟ لانه في ناس كمان لا بالعكس، في كثير ناس لانه فكرتني انه ممكن ما بدي اطلع او ما بدي رد على اسئله او يمكن ضعف شخصيه، انه لا انا هون بس واي اخذت هالحلقه. حلو كتير. حبيت اكون معك مع انه نعم للتوضيح انه ما ضل حدا الا قالوا لي او ماي جاد حتطلع مع تمام، الله يسترك الله يسترك. ايه هيدي اوطى كلمه يقولوا لي حيجلدك هكذا. قلت لهم شو حلو يعني كل اللي قطعت فيه هي وقفت على تمام. شو بعرفني غير كتير انت ادوب. تمام شخص انا بوجه شعوب. حلو. فيفو واصل لك واتساب من عندي من كريستال بتقول لك اي لاف فيفو. مادحه فيك كتير كتير كتير. بدي اقول انه عم يجيك كتير اسئله على الواتساب، في كتير هلا حنقراهم اكيد بعد شوي. فيفو خليني بلش انا وياك. لا على الواتساب الخاص ببرنامجنا. لا رادي لاي سؤال. يلا. فيفو انت كيف بلشت بهيدا الموضوع، وتحديدا انت من وين فيفو؟ اولا اسمي الحقيقي فراس. اوكي. كنت عايش بلبنان. نعم. انتقلت من لبنان على الكويت. نعم. خلصت من الكويت كمان جيت على امريكا واستمريت هون. اما بخصوص كيف طلعت الامثال بدك تقول يعني صار لي حوالي 5 اشهر ونص. هيك شيء. نعم. يعني اليوم انا مثل ما بيقولوا اطلقت مثل ال 203 صاروا 203 امثال. حلو كتير. يعني اطلقت 203 هاشتاج. نعم. فيفو صار عندك فانز كتير 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 صح؟ الحمد لله. ليك بالاول كانوا مثل ما بيقولوا الهيترز اكثر، هلا سبحان الله قلب السحر على الساحر. نعم. كيف؟ يعني كيف قلب؟ اول شيء شوفوا بالكومنتس، انا من اكثر الناس بتتبع الانستغرام تاعيتي. نعم. فيسبوك امرار هيك وهيك ما بقدر كثير لحق لا. نعم. تويتر كمان، يوتيوب شانل كمان بشوف اكثر المشاهدين من وين، من اي بلدان. وحتى اللي اكثر شيء بواجهه بشغلي. يعني لناس عم تيجي على نيويورك صرت مثل بكل تواضع والله ما حدا يفكر عم بحكي عن نفسي باي شيء. كانوا بالاول بيقولوا عم بحكي على الصعيد العربي مثل كانه تمثال حريه، على انه رايح على نيويورك لازم تشوف فيفو. وهيدا ما بتتخيل قديش بيسعدني. بيجوا لعندي على شغلي، يعني اوقات بتكون عندي زبونتي بستأذن منها باخذ لبس 1 مينيت بيكون حدا جاي يتصور معي، جايين من ولايه ثانيه، جايين مثلا كنقول من دبي، من قطر، من الكويت، بحرين، في من لبنان، يعني all over، سوريا، السعوديه، اردن. نعم. all over. نعم. فهذا شو بتتخيل انت انه حدا بده يجي يتصور معك ومش طايقك او مش حابك؟ حلو كتير. لا. فيفو فينا بس أنا ندخل اتصالات كمان معنا على الهواء. في معي اتصال كمان رح ارجع اطلب من كل المستمعين الاتصالات بدها تكون بطريقة كتير مرتبة واسئلة اذا حابين تسألوها، ولكن برجع بقول ما بدنا نخدش اكيد سمع اي حدا من المستمعين. مساء الخير، معنا من المانيا عم بخبروني حسن. مساء الخير.
مساء النور، كيف الحال؟ يعطيك العافية حسن، بدي أعزبك نعجل وأهلا وسهلا فيك. أنا عارف ما في وقت، بس أنا كتير متوتر، بس كتير 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 بنحب فيفو بغير ما تتصرف. الشخصية هذه يعني بتعطي طاقة بوزيتيف، بتعطي يعني أي أحد بيتابع مقطعه. أنا لما كنت في باد مود أو إيش مهما كان فيني، لما أشوفه بيعطيني يعني فرح، بيعطيني شيء حلو كتير يعني بشخصيته، يعني بيعطي أمل يعني أنا بيبسطني كتير، يعني أنا كتير بحبه صراحة. يعني بتابعه في السناب وفي الانستغرام. شكرا لك يا حسن، لازم يومين أشوفه. نعم عم يسمعك أكيد فيفو. شكرا لك حسن من ألمانيا. سمعتوا شو قال لك حسن من ألمانيا؟ بوجه له سلامي، بقول له ثانك يو وإن شاء الله يا رب بتضل هالبسمة على وجهك كل ما بتشوف أي فيديو أو أي شيء لإلي. هيدا شيء كثير فخر إلي. نعم فيفو، حاسس حالك ستار؟ يعني اليوم انت صار عندك فان، صار عندك يعني اشخاص بينطروك، صار عندك ما بعرف شو عندك اليوم، بتحس حالك صرت ستار؟ ليك صرت ستار، بس الحمد لله قدرت انه اتماشى مع الموضوع، يعني مش ما كبرت على الناس. يعني انا بتواصل مع اي حدا، نعم بقول لهم والله اي وقت بيكون عندي، انا بقعد بالساعات وساعه واثنين بين برد على السناب شات لايف معهم، بكون على الانستغرام كمان برد معهم، على الدايركت بتواصل معهم. نعم يعني ما في عندي ادمن شخص، في عندي ادمن للانستغرام لانه اوقات ما بقدر كثير اتواصل، فبشوف الدايركت اذا ما انا رديت بيبعثوا لي انه بليز هيدا ضروري رد عليهم كذا كذا كذا. بس كله انا بتبعه. يعني امرار في ناس بيصدموا انه كيف انت قادر انه تديل with all those accounts. حلو فيفو مشان ما نسألك كل الأسئلة، بدي أسأل كل الأسئلة، بس سؤال شو عم تستفيد من هيدا الموضوع؟ ليك بالأول أنا ما طمحت للموضوع. بالأول كان الموضوع كتير مزح وضحك. نعم هيك بلشت. سوقوه بطريقة كتير، يعني بدك تقول طريقة كتير وسخة، نعم. فيك تقولها بهالطريقة. من جميع البلدان ما حدا رحمني. كانت بالأول كتير صعبة علي أنه تطوعة هيك تلاقي الدنيا مقلوبة، شي فلان عم يكتب هيك، شي فلان عم يكتب هيك. بالأول تأثرت، اتضايقت كذا، بس طلعت قلت نوات لعبوا مع الشخص الغلط. ليه؟ لعبوا مع الشخص الغلط؟ لعبوا مع الشخص الغلط. ليه؟ لأنه أنا عندي شغلة العناد. أنا شخص كثير عنيد بالحياة، وبحط براسي بدي هالشغلة، يعني لو بدي اتكسر بدي اوصل لها، لو بوصل هيك اخر نفس وممكن تطلع روحي، بس بدي اوصل لها. فوصلت لمرحلة قلت له يعني شو حيعملوا بعد اكثر؟ يا انا يا هني، ومثل ما كنتوا شايفين كانت كثير بسيطة بالاول الفيديوهات تاعولي، كنت انا اخذهم سيلفي بايدي كل فيديو. فيفو عندي سؤال، يمكن قبل ما بلش كمان اقرا لك اسئله الواتساب اللي عم توصلني، لانه صارت كتير. فيفو عائلتك اليوم، اهلك، اخواتك اليوم لما يطلعوا فيك شو بيقولوا؟ شو بيشوفوا؟ هل بيشوفوا شخص مبسوطين فيه او شو؟ ليك بالاول انا اصلا اهلي سمعوا. عرفت كيف؟ يعني عندي والدتي ما تعيش لا سوشيال ميديا ولا شيء، ست كبيره، ست حج، يعني ابدا ما خطب على القصص. صارت تسمع من هون اخواتي بلا 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 بلا. بالاول يعني ما تقبلوا الموضوع، لانه ليه؟ لانه تداولت الفيديو بطريقه بشعه، وفتح فيك اكاونت كثير، وكل ما واحد صار بده يعطف بيقول لك هيدا فيفو عمل هالبيت، صاروا يحكوا عن الثاني. الحمد لله، بس بعدين كله يعني لا يصح الا صحيح. طيب بس نظرة أهلك مع أهلي، نعم، لا بالعكس كثير كثير، وحياة الله هيدي الله إنه علاقتي أنا وأهلي سوبر فاين، ما بتتخيل قد ايه. طيب فيفو، لما تطلع على حالك بالمراية، لما تشوف توقف بوجه المراية فخور كثير، ما بتنتقد حالك؟ لا بطلع هيك بقول شو حاجبي واطي ولا عالي؟ لا بحبوه اعلى بظبطه. برجع بطلع هيك بقول شو حبوا لونها الحمراء اليوم، طب بكره بغير لوني. انه عادي. فيفو عندك جنون؟ بطلع عندك شي جنون بمحل؟ بالعكس ما جنون، هيدا مثل ما بيقولوا لا هيدا ثقة.
الله يطعمها لكل انسان. حلو كتير. ايه بدي احكي عن المجتمع وبكل تواضع، برجع بحكيك بكل تواضع، انا نعم. ما بعرف شيء اسمه شوكة حال، ويمكن اكثريه فانزاتي واسمحوا لي اقول ايه انه لامسين هالشيء وبيشوفوا كيف بتواصل معهم. خي في فوق سؤال. ايه؟ المجتمع اللبناني او العربي، خليني احكي، ما بدي بامريكا، بدي اللبناني والعربي. اصلا انا مشهور عربيا اكثر من برا. انت مشهور وين ما كان اصلا. بدي خبرك انه شهرتك كتير كبيرة، عشان هيك انت اليوم ضيفة. بس انا عندي سؤال. كتير. المجتمع اللبناني والعربي اليوم بينظر لفيفو نظرة غلط، صح او لا؟ ولا ليك ما فيك انت يعني مثل ما بيقولوا تحكم على كل شيء. شوف هاي كل الفنانين في عندك اسامي كبار بتفوت عندهم على الاكونت، في ناس يعني عندهم اوبسيشن عليهم، في ناس بتفوت بتلاقيهم عم بيسبوهم. الحياه فيها هيك وهيك. نعم. انا مش عم اقول لكل الناس تحبني مثل ما انا ما بحب كل الناس. يعني في عندي كثير اشياء بطلع هيك انه اوكي خلص ما عجبتني بس بقطعه بغير. مش بضلني او بفوت انه يعني مثل ما بيقولوا بحط كل الانرجي تاعيتي او تاكتب باك كومنت او كذا. انا امرار بيكتبوا لي جريده جريده عم بيسبوا فيها، بقول لهم ما تعذبوا حالكم. لما بيطلع هيك كومنت بايدي من اول كلمه تا 1 2 بياخذ معي بس 2 كليك، واحد بلوك وواحد ديليت ودان. طيب. فما بتطلع يعني ما بقرا كل هالجريده، بيكونوا فقدوا وقتهم. يعني فيك طب ما بالك انت تنقول كثير متدين وبتفوتوا لي مع القصه كتبت هالجريده وصلي لك ركعتين احسن ما تفوت انستغرام. انا هيدا برايي. فيفو قبل ما اكمل معك اعطيني هاشتاج عن نجوى كرم. نجوى كرم قد ما عطيت قليل. اعطيني هاشتاج بسرعه. لانه يعني شو بدي اقول لك، مش شمس الغنيه، هي الغنيه كلها. هي الغنيه كلها؟ هي كوكب بذاته. هاشتاج كوكب. طيب يلا اعمل لك شي وحده هلا على الهوا وقل لي اياها كامله، شو بتقول؟ لمين؟ لنجوى كرم. اللي بدك اياه شو بتقول؟ نجوى كرم قدمت لها انا وقت نزلت الفيديو كليب تاع الصخره، نزلت لها مثل لانه بيحكي من وحي هيدا المثل بيقول فكرتك ملاك فرجيتني الهلاك، هاشتاج على الصخره نجوى كرم. حلو كتير. فيفو قبل ما اكمل انا وياك باسئلتي خلينا نروح للواتساب اللي موجوده صارت كتير. عم يجيك من السعوديه. فيفو كم عمليه تجميل عامل؟ بليز جاوب. انا كوكي وخليك قدام ولك هون بالعرب، بس في ناس اوكي ما رح كمل الموضوع. ساجاوبها على كم عمليه عامل. كلمة الصراحة العملية الوحيدة اللي عملها ما كنت بحاجة لأكثر، عملت هيدا وكثير ناتشرال، ما حتى ما رفعته ولا شقلته منخوري. وما قال له اللي عملته انه مش كان عندي لحمية ولا شيء ولا لا كان عندي شيء كسر مضبوط. اوكي. وسويته حتى ما قلت له ارفعوا لي اياه وعملوا لي اياه ريترو ولا ابدا. الرقم اللي بينتهي حتى في ناس فيفو بدنا نعجل شوي بيقولوا لي يا ريتك تعمل منخارج. بقول لهم ما بحاجه نقتنع فيه هلا. ما بيقول لك روح غير حالك؟ هيدا كثير. اوكي خليني اكمل. طلعوا بالمرايه بعدين بغير حالي. فيفو الرقم اللي بينتهي ب 817 بدي اقول انه جاوبت. شو بتستفيد من هيدا الموضوع؟ خليني نروح على سؤال تاني بينتهي رقم التليفون ب 404. كمان هيدا السؤال اكيد ما بطرحه على الهوا على فيفو. هيدا السؤال اسالوه بينكم وبينه، مع انه اذا بطرحه يمكن على الهوا ما عنده مانع يجاوب عليه، بس انا ما راح اساله. تفضل اذا هيدا متقدر. اكيد لا انا ما بسمح لحالي اطرحه لانه ابدا ما بخاف من اي شيء. اللي قطعت فيه ما بقى بخليني انه اخاف من اي سؤال. فيفو بليز بدنا نسال فيفو عن سر اطلالته المميزه ويعمل شو. اوكي هيدي ما بدي جاوب عليها كمان. شو سر اطلالته المميزه؟ شو سر اطلالتك المميزه؟ من اي ناحيه بدك تحدد؟ بدك تحدد شالاتي، اكسسواراتي، خواتمي، وجهي كلهم؟ ما بعرف كل شيء يعني. في عندك ناس مثلا بتحب لبسي، بتحب جنوني، بتحب طريقه الهاي تاعيتي. يعني في ناس حتى انه خلص صارت الهاي انه خلص هيدا هو. حتى بحسوا اذا ما كنت بالمود بيقولوا لي او ماي جاد اليوم انت ما كنت بالمود، هيدي مثل هاي تاعيتك. يعني صاروا بيجاوبوا معي، صاروا بيعرفوا اذا انا اوكي
بمود اللي هو مزبوط ولا لا. جو بعت لك فيفو، انا جو عزار، بس بدي اسالك فيفو كم مره حب بحياته، وميرسي مع كل احترامي لإله وانا بحبه وبتابعه. يلا بسرعه بس جاوبني على الاسئله كم مشان مرة نلحق. حبيت مرتين. حب شو؟ حب اوكي. ما في اهضم منك. قد ايه بينتقدوك العالم وانا بنتقدك، بس عن جد ما في اهضم منك. هاي ولا ليك هيدا انا ما انا اي انتقاد، بس عم اقول لك انه انا مالك يعني. اوقات في ناس بتشوفني مستفز، امرار بيكون لازم. اوكي فيفو، عم يجيك كثير اشخاص عم بيقول لك احنا بنحبك كثير، عن جد كثير. انا مستغرب صراحه، فكرتهم حيبهدلوك يعني. لا ما تستغرب، بالعكس. هاي فيفو، هاو ار يو؟ من هدول من الهيترز. كيف اجت على بالك فكره تخترع الهاشتاج؟ عندك جواب تجاوب عليه؟ جاوبت عليه بزوم بالبدايه. اوكي، كيف طلعت قصه الهاشتاج؟ الهاشتاج انه انا كنت عم اقول مثلي على انه كنت عم صوره، فطلعت انه انا بستخدم هيدي الهاشتاج على الانستغرام، قلت لهم هاشتاج برحتشي، فهي برحتشي وصلنا لهون. بدي اذكر يا هالكلمه، حتى حاططها ستاتس على الواتساب. كم سنه صار لك بامريكا؟ اوكي كم سنه صار لك بامريكا؟ حسن حمادي عم يسالك هيدا السؤال. بدك تقول 4 سنين ونص. 4 سنين يعني انه حطوط بالخمسه. هلا بتفكروني حبلي مش هيك، حطوط بالخمسه يعني 5 سنين. اوكي بدي اقول ميرسي للرقم اللي بينتهي ب 941. I love you so much. اكيد ماري بتقول لك will you marry me؟ بتتجوزها ل اسمع هالمثل. سمعوا طلعوا على الهواء. هالمثل اول مثل لليوم بيقول. هدول انت كلهم منزلهم صح؟ هدول ايه البلوبرز لما بيقطع معي كثير اشياء، بس هو بدي انزل لمسجد. حلو كثير. اللي بيشوفوا 50 سكند بس من المثل، ما بيشوفوا قد ايه بلفوا بعيد، وبتيجي تسوق سياره، بيجي تفوت بحيط فوق البيت. جاوبني فيفو، اليوم اللي بينتقدك فيفو اليوم اللي بينتقدك على ضحكتك، بينتقدك على شكلك. اليوم انت حدا عم ينتقدوك على الشكل، عم ينتقدوك على الحركات اللي بتعملها، بينتقدوك يمكن على التصرفات اللي بتعملها، شو بتقلن؟ اوكي ليك هلا يمكن انا مثل ما بيقولوا ظاهره غريبه عليهم، في ناس بعدها عايشه بالخزانات، في ناس او بتحب تعيش تحت الطاوله. بالعكس انا بقول لك لكون شخصي اللي عم بيشوفوني واللي عايشين معي على سناب شات عم بيفوتوا معي بعد شوي على اوضه النوم لما بقول لهم جود نايت يلا تصبحوا على خير. بعدك اكثر من هيك ما بقى عندي حياه شخصيه، انا صرت ملك الناس. يمكن انا انه في امرار منيحه وامرار مش حلوه. نعم يعني تخيل امرار بتواجه، امرار بتكون بمسرح انه صرت ببرم شمال ويمين، انه حدا صورني حدا كذا، بدك اكثر من يومين. صارت معي فايت على الجيم، قررت على ارجع على الجيم، ارجع عيد الذكريات لما بلشت طلعت اول مثل من الجيم. فكرت انه عم غير بدي البس، ما بعرف كيف عم ببرم، بلاقي شخص عم بيصورني. تخيل لوين. حلو كثير، حلو كثير. فيفو خليني احكي عن خليني احكي عن الصحافه، ان كان بلبنان او ان كان بالعالم العربي. انصفتك الصحافه؟ كانت انصفتني وكثرت عن جد. انا بتشكر كثير يعني، وانكتب علي كثير 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 اشياء. يعني في عندك مثلا مجله الاخبار، في عندك السفير، في عندك مواقع على الانترنت، خبر عاجل، موقع الفن، ناعمه، مجله المراه العربيه، مع انه استفزتهم انه المراه العربيه المجله كتبت عني، نوت اوكي. وفي عندك نورت، في عندك حتى في كثير برامج استخدمت الهاشتاج مثل الليل جنون مع ماريو باسيل، في عنده بارك، في عندك هلا كمان برنامج مع اروى على الMBC. في فنانين كثير فيك ترفع عليهم دعوة قضائية هول كلهم البرامج؟ بالعكس هيدا كله بسط، هيدا كله انتشار. اوكي اكيد ما بزعل. فيفو حاسألك اسئلة سريعة وجاوبني عليها باختصار. تفضل. انت مريض؟ نعم. لا ليك في كثير سالوني هالسؤال وقالوا لي انه قال بنطلع
ننصحك تروح عند دكتور نفساني. نعم. وحياة عينكم شفتوا اذا الدكتور النفساني قاعد حدي هو بيمرض وانا بقول له هاشتاج لاف يو وبمشي. يا كسروا سنو هاي مثلا اليوم يقول فيني اسال سؤال بس بتزعل مني؟ لا تفضل، ما في شيء ازعل. انتبه انتبه، انا لانه سؤالي شوي حيكون زنخ. انت مسخره؟ هذا السؤال ايش رهمني؟ لا بالعكس، اذا انت شايفه هيك. لا انا ما شايفه، انا عم بسال. بالعكس اليوم اللي بيقولوا هيدي الكلمه بالعكس. اليوم اللي بيقول ما بتعني لك. فيفو قديش في ناس مبسوطه فيك؟ كثير 3 كثير وهاشتاج بنرفز برلاكس. عرفت شو؟ براحتي ما فيش حد طيب ليك فيفو خلينا نكمل انا وياك. على فكره ليك كثير بتفكرك على الغنية لانه هيدي انا دائما عمرار بحطها، ويا ريت كمان بتمرق لهم غنية هاشتاج بكل تواضع. هاي الغنية حلوة لقمر، حلوة وجمالي قدامي شهرة وتقوم عشاني اليوم مظاهرة. اخ يا زلمة فيفو يلا بليز بدي اسأله سؤال، إذا عنده حزن بحياتك، عندك حزن بحياتك فيفو؟ ما في إنسان ما عنده حزن أكيد، لأنه عم بيقولوا إنه دايما بيشوفوا بعيونك بحبك لولو من لبنان. مظبوط أكيد. لا كل إنسان بيمرق بحزن، يمكن لما الحزن ما قدرت أوقف. ما في إنسان دايما بضل مبسوط. أكيد on and off. باقي بأمريكا بس حاليا إيه اكيد في احلى مما تطلق مثلا هيك وتمشي بفيفث افنيو وتمشي هيك وشعرك عم بيطير مع انه ما كثير طويل وتشوف الهيدانو. يعني لما بتشوف ناس عم بتوقفك بقلب نيويورك، هون ما بتقدر تعملها صح؟ نيويورك كبيره، هون ما بتقدر تعمل وحياة بلبنان. عم بحكي وحياة عينك نزلت على انت مسموح تفوت على لبنان فيفو؟ انت مسموح تفوت على لبنان؟ طبعا انا اللي بنزل على لبنان. كل ما بدي انزل ظبط الهوليوود سمايل اكيد في دكتوري بوجه له تحيه، دكتور مروان يونس. اكيد بنزل بعمل اسناني وبطلع هيك 1 2 3 كثير. بالعكس انا بضلي بنزل. بس هلا عن جد عندي ارتباطات شغل بخصوص انه ميك اب وكذا وهيك بس هذا السبب اللي مانعني. ولعيونك تقلك يعني في ناس، حتى كثير ناس محددين لي اي نهار انت بطولتك على مطار بيروت حيجيبوا لي فرقه زفه. شو بدك اكثر من هيك؟ تخيل من هيك برجع بعيد الدفه مع هاشتاج. ليك اعطيني شي وحده جديده. يلا اعطيني شي وحده جديده هاشتاج بس كامله هلا من اللي عملهم انت. في وحده في هيدي عندك وحده تصورت اي واحد يروق سفريات اي في عندك هيدا الناس اللي بتكون كثير كشر وبتضل عاقد. اللي اياها مثل ما مصوره، اللي اياها مثل ما عملتها. يلا لا المثل النهارده بيقول اضحك والضحك رخيص قبل ما يغلى ويبقى فقرة كثير. هاشتاج حتكون ضحكت. طلع هيدا بدي وجه تحية على كل حال بس قبل لسمر أبو خليل الإعلامية الكبيرة اللي موجودة صارت بداخل الإذاعة. بدي أقول لها مساء الخير ويعطيك ألف عافية، نورتينا على فكرة، كبسة علي على العاملة. يلا فيفو خليني نكمل أنا وياك. شو رأيك بسمر أبو خليل؟ شو رأيك بسمر أبو خليل مقدمة البرامج السياسية ومذيعة الأخبار عنا بالجديد؟ هيك لذيذ ومخدومي، بس انا موضوع سياسي ما بفوت فيه كثير مع انه كل شوي والثاني بتفوتوا. طب يلا اعمل لها هاشتاج لسمر. لا سمورة هاشتاج كيب جوينج ويا جبل ما يهزك ريح. اوكي اعملي مثلي ما تطلعي لورا. اعملي مثله ما تطلعي لورا. بتوجه لك تحية
فيفو في حدا عم يسألك 922. إذا بطلع على ورا بوقع. إيه. في رقم بينتهي من السعودية ب 222. بليز اسأل هل بإمكان يجي زيارة على اليمن؟ كلام كبير لفنزاتي اللي من السعودية عن وعلى اليمن كتير كمان حياتي طالبين مني، مع انه والله انصاري مقصر معهم، طالبين مني كذا مثل يمني بس لعيونكم خلص بالطلب. على كل حال محمد من السعودية كمان بوجه لك تحية وبيسلم عليك. هاي فيفو، انت حكيت حبتين مرتين، بدنا نعرف حبيت مرة بحياتك؟ حدا جايك هيك حبيت مرة بحياتك؟ حبيت فراشة مثلي. فراشة مثلك. اوكي، هذا السؤال الجواب ما بدي كمل بهذا السؤال. انا توتي من لبنان، بيسأله هل ينوي يستقر بامريكا؟ هل باقي بامريكا ولا راجع على لبنان؟ بتحبك كتير. لا حياتي بنزل على لبنان انا بس. لا راجع على لبنان على طول؟ راجع على لبنان على طول او لا ما بتصور هلا حاليا. لا بنزل اكيد فاكيشن كذا باك اند فورث كذا هيك. ايه بس في قد ايه عمرك؟ هن اللبنانية بدهم يفلوا، بدهم يلي امان ننزل. فيفو قد ايه عمرك؟ في حدا بعت قد ايه عمرك؟ بكل صراحة ايه قد ايه بدك يقولوا؟ لا قد ما بدك. لا عادي، هن يحذروا ناس عم بيقولوا لي على عمري ب 47، ناس قالوا لي بال 50. قلت يا عمي لا، لو هيك كنت هلا نايمة عند دكتور نادر صعب او خالد بن نخول او شيء. فلا الموضوع مش هون، عمري 28 حبط 29، اذا بدهم طب يحطوها 30. في رأي ضحكتك ما بتقطع على فكرة. بس اقول لك شو العمر ارقام. ياما في ناس عمرها فلسفة 22 و23 بتلاقي الهم فوقها وتحتها. ابدا ما بيعني لي فوقك وتحتك. عشقلت انا فوقها وتحتها. اوكي. طب خلص نروح على البس. فيفو رقم تليفون بينتهي ب131. انا ماريا عزار وبدي اقول له لفيفو انه ضحكته بتجنن وكل العالم بتحبه، والله اهضم منه ما في، بس انا حابة أعرف شو اسمه أي متى بيجي على لبنان. خلص جاوبنا عليهم هالأسئلة كلهم. خلينا ننتهي. أنا ميسا كمان سؤال، ما بحب يكون عنده حياة طبيعية مثل كل الناس. كيف ما فهمت السؤال؟ اوكي انا ما بدي اقوله للسؤال كمان، سوري بعتذر طرحته. شو اسمه على البيج على الفيسبوك؟ شو اسمك على الفيسبوك؟ اسمك الحقيقي؟ اسمي الحقيقي الماي اوفيشال يعني البيرسونال هذا اللي لإلي اسمه فراس فيفو فراس. هذا حسن حميدي. وفي عندي الفان بيج هاشتاج ميك اب باي فيفو. حلو كتير. اوكي يلا بليز مثل خليجي. هاي جير لزرعته تحت السرير. فت بعيني. مجنون. يلا هيدا المثل ما بتخيل. فيفو يلا بدي قبل ما اختم انا وياك كمان بليز مثل خليجي على الطاير بليز. يلا بسرعة. على الطاير هيدا مثل في كيف بدي اقول لك. لحظة لا. في مثل كويتي هذا كثير او لا خلينا مثل كويتي لانه كثير بحبوا هذا المثل. يلا المثل لليوم يكون كيف ضيعت رؤرة وكبد. يا الله لحظة يقول يا الله لا اله الا الله. في طب حطيتهم بهذا مثل اماراتي ما زال روكبت شوي. في المثل لليوم يقول الشيفة والمعاني ضعيفة. هاشتاج مخافية وبتمنى في كثير ناس فهموا شو هالهاشتاج. هيدي هاشتاج رصاص. بليز نعم سألوا لي بليز فيفو عن سؤالي. هلو فيفو أنا أحبك. هو ممكن أتخصص مثل عراقي لأي يوم من أيام الأسبوع وأكون ممنونة. تحياتي أحمد من العراق بغداد. بدك الناس تتركك تعيش على هواك مثل ما أنت؟
سيبونا عيش على هوايا. هيدي هيك بتعرف كيف غنيها؟ كيف غنيها على الهوا، يلا غنيها على الهوا. هاشتاج يلا 1 2 3. سيبونا عيش على هوايا، ما تعملوش مني حكاية. انه خلص اتركوني هيك انسان طبيعي مثلكم، ما ضروري تكبروها. حبوا الحياة الحياة تحبكم، مش اكثر. حلو كتير. لو كل انسان بينظر للحياة كيف انا بنظر لها، ايه كنا بألف خير. فيفو بعرف فيفو، انا احمد من الكويت، بحب فيفو كتير، وايد بحبك يا فيفو. اسئله، شنو اسم قصه شعره؟ شو اسم قصه شعرك؟ اسم قصة شعري بدهم يسألوا علي فارس، هو المتخصص في شعرك. اوكي، في حدا سألني. تحية حبيب قلبي. مزبوط، كلنا وجه تحية له. بس عندي سؤال، حدا سألني شو مدى تقاربك من علي فارس، حدا بعت لي اياه السؤال، شو بتجاوب؟ علي ماي بيست فريند. ايه عن جد بتذكروا كل شيء. هالشخص من لما فات حياتي زرع لي فرحة بحياتي، وكثير إنسان طيب. ونحن يعني شو بدي أقول لك، بتقول شخصين شخص واحد. فوق ما تتخيل. حلو. في حدا بعت لك 955. حتى في ناس بتفسرها بطريقة ثانية، بقول لهم I don't care. هاشتاج it's okay. اللي سالو. هاي I am ياسمين، عن جد اسمك فيفو or no by the way؟ تمام you are amazing. اوكي ثانك يو. اسمه فيفو، قال اسمه فراس. عم وصل لك طرطوشي. بوجودك ما حدا حيكون له طراطيش هيدا اصلا. المثل ايه على قصة هيدا لكن، والمثل اليوم بيقول احسك يا بنتي اكلت انا وانتي، او باكل انا وانتي. هاشتاج صحتين. افضل نوع كريم اساس، افضل نوع كريم اساس شو برايمر؟ لا انا سوري ما بعرف فيها. بتعمل اوكي، في حدا عم يسألك شو افضل نوع. اوكي برافو عليك، دغري بلبيني، هو بيسألني بجاوب. يلا. ايه بتعمل في عندك بتعمل سيسلي، بتعمل لمان، بتعمل زالن، وبتعمل كريدفو. كل شيء عيني، شيء مجدي، شيء خدي. أنا توتي من لبنان، بحبه كتير لفيفو، وأنا عايشة باليمن. حياتي كل بنحبه كتير. لا هيدول باليمن، بس هي عايشة بلبنان، بس هي من اليمن. بنحبه كتير وأهل اليمن بحبوه كتير. أوكي فيفو، عن جد همني كتير الوقت. شو بتحب تقول بختام هيدا اللقاء اللي كانوا كمان الناس شفتها قد ايه تواصلت معك بشكل كتير كبير؟ أنا بقول لهم بتشكر دعمهم كلهم ومحبتهم ودعمهم، هدول استمرار لإلي وبوعدكم صدقوني حضل عند حسن ظنكم إن شاء الله. وبتشكر كل شخص وقف حدي، بتشكر كثير ناس، بتشكر حتى كمان اللي بيكرهوني، بتشكرهم كثير لأنه أنا بكرهكم وصلت، وبكرهكم استمريت، وبكرهكم مع انه بكره اقول هالكلمه الكره. وان شاء الله يا رب ما حدا بيشوف الكره. بقول لكم تصارحوا مع نفسكم بتصيروا بتشوفوني حلو. فيفو اخر سؤال قبل ما اودعك، شو بلبله ونبيل عبيد؟ هاي وحده منهم. شو هي هاي؟ فكره نو هيدا انا وين ما بكون مثلا هني مسميين ضحكه نبيل عبيد. عرفت شو؟ أنا حتى رغم كل هالشيء أنا بيني وبين أصحابي في ناس لما بكون هيك مضايقة بيبعثوا لي واتساب بليز بعت لي بس الضحكة تاعت بلبلة، بقول له يلا 1 2 3 راضي؟ هيدي والله بتطلع أكثر لما بيكون بالمود أكثر. اوكي فيفو، انا بدي اشكرك كثير. ما بعرف اذا دينتك انطرشت دينتي، والناس كلها مبسوطه فيك على كل حال عبر الواتساب والتليفونات عنا بالسنترال كثير. بدي لك ميرسي كثير فيفو، يا رب بطلع ليل ثانيه، وان شاء الله ما تكون ندمت، باشياء جديده، وان شاء الله ما تكون ندمت طلعت معنا. بالعكس ميرسي كثير فيفو. لا ولا عادي، مع انه كنت متوقعه تكون بعد يعني عم فرق على اللي عم شوفه ببلشش فيه. توقعت انه انا شفرت مش انت تشفرني. ما حدا بيشفرني استاذ فيفو. اهلا وسهلا فيك فيفو، بدي اشكرك كثير وموفق وميرسي لانه اعطيتني اللقاء الثاني لك. اهلا وسهلا فيك. جديد اف ام وبشكرك كثير. تمام
بشكر كل اللي تواصلوا معي وبتمنى لك التوفيق. ثانك يو يا يلا فيفو. فرجينا بعد هيك استفزاز اكثر. تكرم عينك، يا اهلا فيك يا فيفو. ميرسي كتير وسلام لكل اللي عم يسمعوني بامريكا، لانه عم يجينا كتير يعني على الواتساب انه من امريكا. بدي لهم نحن ناطرينكم. اعتذر لي كثير من الكل اللي ما قدرنا صحيح صحيح. ويلا ان شاء الله بركي بعدين بناخذها بعدين. اكيد بنطل مره ثانيه. يا هلا فيك يا هلا فيك. ميرسي كتير فيفو. ميرسي يعطيك العافيه. ثانك يو. باي باي. ده كتير قوي صدقني.